وسط غبار المعدن وصوت قرع الحديد والنحاس، تتلألأ كرة ذهبية تتجه إليها الأنظار مرة كل 4 أعوام. في مشغل صغير قرب مدينة ميلانو الإيطالية تحضر كأس العالم لكرة القدم لتكتسي رونقا متجددا قبل أسابيع من انطلاق نهائيات المونديال. ستغيب إيطاليا عن مونديال 2022، إلا أن اللمسة الإيطالية ستكون حاضرة من خلال العناية التي يوليها العاملون في مشغل بيرتوني الذي يعمل فيه 12 شخصا في ضاحية باديرنو دونيانو. في العام 71 صمم العاملون في هذا المشغل كأس العالم بشكلها الحالي. مرة كل 4 أعوام تعود الكأس الأصلية إلى منزلها، حيث صممها المدير الفني السابق سيلفيو غاتزانيغا بمساعدة مونغورغو لوزا الذي اقترح وضع مجسم الكرة الأرضية. وتروي ابنة جورجيو المديرة الحالية للمشغل فالنتينا لوزا تروي شعورها وهي تنتمي لصانعي هذه الكأس. عندما تعود إلينا النسخة الأصلية يكون دائما ثمة شعور خاص، مع أننا نرى نسخة عنها كل يوم. الأصلية هي الأصلية تماما كأن ترى النسخة الأصلية من الموناليزا أو نسخة عنها، فالمشاعر ليست هي نفسها. تعود كأس العالم البالغ ارتفاعها 38 سنتيمترا ووزنها أكثر بقليل من 6 كيلوغرامات من الذهب، تعود كل 4 أعوام إلى مقر الفيفا المالك الوحيد للكأس. إلا أن الفيفا توكل بين كل نسختين من المونديال إلى بيرتوني وخبرائه مهمة إعادة إلى الكأس رونقها. يقول بيترو برامبيا وهو أحد العمال 8 المتخصصين في المعمل: في هذه اللحظة بالذات تنهمر من عيني دمعة، لأنني لمست الكأس بيدي وأعرف الشعور الذي ينتابنا حينها. إنه شعور لا يصدق. قلائل هم الأشخاص الذين باستطاعتهم أن يقولوا أنهم لمسوا هذه الكأس،